تخيل حضرتك ان دايما البطل اللي بيعترف بيه البطل اللي زيه. تخيل حضرتك الكلام او التصريح او اللقطة اللي هعرضها لحضراتكم النهاردة التي لم تنقلها الكاميرات، لقطة انحناء او تعظيم المدير الفني لمنتخب البرازيل للاعبين في المنتخب المغربي للفوتوسال، اقوى لعيبة في المنتخب المغربي للفوتوسال. تخيل حضرتك لما يبقى انت منتخب مغربي تخرج وتخسر، والمدير الفني للبرازيل يطلع يقول في حقك الكلام ده يبقى حديث العالم العربي والأوروبي وحديث الصحف العالمية. تخيل ان الراجل ده امبارح، بقسم بالله يا جماعة، طلع ادى المنتخب المغربي حقه. طلع قال في المنتخب المغربي كلام يخليك انت كمغربي تفتخر بالمنتخب بتاعك، يخليك انت كمغربي تحب المنتخب بتاعك اكتر واكتر. تخيلوا حضراتكم اللي حصل امبارح امام المنتخب المغربي ده بيفكرني باللي حصل في كاس العالم في قطر امام المغرب وفرنسا، لما الاصابات الدفاعية دمرت المنتخب المغربي، وكانوا عامل من عوامل خروج المنتخب المغربي امام فرنسا طبعا، وبجانب الاخطاء التحكيمية التي جعلت المنتخب المغربي يخسر في امام فرنسا. ولكن يا جماعة امبارح الراجل ده طلع قال، المدرب البرازيلي طلع قال امبارح كلام في حق المنتخب المغربي، بقسم بالله كلام بين قوة وضخامة المنتخب المغربي. بالله عليكم نعمل لايك، نشترك في القناة، نفعل الجرس على كل بابا المجال، كل المطبخ المغربي الرياضي معانا في دقايق معدودة. واللايك بتاعك اللي يخلي الفيديو ده يوصل للعالم كله، والعالم كله تعرف قيمة ومعنى وكيان المنتخب المغربي. طبعا الراجل طلع امبارح لما سأله صحفي، طلع امبارح الصحفي قال للصحفي انا زعلت على قوة المنتخب المغربي، وقال كمان رغم ان المنتخب المغربي خسر بس المنتخب المغربي يمتلك قوة ضخمة، وانا اعلم تماما ان المنتخب المغربي به 8 اصابات. وطبعا مفيش فرق ما بين المغرب والبرازيل. لا يا باشا، شد خط هنا، شد خط هنا لما الراجل ده يقول ان المنتخب المغربي، رغم ان انت يا باشا ده انت منتخبك منتخب البرازيل مصنف الاول عالميا، طالع تقول ان مفيش فرق ما بين المغرب ومفيش فرق ما بين البرازيل، والاتنين قوة واحدة ونفس التكتيك ونفس كل حاجة ونفس القوة. طبعا الصحفي طلع رد عليه قال له انت ليه بتعظم قوي كده في المنتخب المغربي؟ قال كلمتين يا جماعة عمري ما شفت مدير فني قالهم في حق المنتخب المغربي. قال لك انا كنت ارشح ان المنتخب المغربي ده يبقى ند بند مع المنتخب البرازيلي ويوصل معاه للنهائي، بس لولا الاخطاء الفردية اللي كان يمتلكها المنتخب المغربي امبارح، ولولا الاخطاء كان فاز المنتخب المغربي علينا. لا، ده احنا نشد خط حوالين الكلام ده. لما مدير فني منافس يطلع يقول الكلام ده يبقى نعترف كلنا، يبقى العرب كلهم يعترفوا ان المغرب رقم 1 عربيا وافريقيا. لك ان تعلم عزيزي المتابع ان المنتخب المغربي رقم 1 في تسجيل الاهداف في الفوتوسال. المنتخب المغربي يمتلك قوة دفاعية ضخمة. وفعلا يا جماعة، وفعلا زي ما المدير الفني المصري امبارح زياد رشاد طلع واعترف قال لك المغرب خسر بس كسب احترام الجميع. المنتخب المغربي بطل يا جماعة، المنتخب المغربي بطل، والبرازيل البطل. امبارح اعترف المدير الفني، اعترف بالبطل، بطل بيعترف ببطل، بطل بيشيد ببطل، بطل بينحني ببطل، بطل بيجمد او بطل بيعظم في بطل. فعلا يا جماعة
لازم ندي المنتخب المغربي حقه بعد لما مدير فني امبارح، مدير فني المنتخب البرازيل طلع ولما قابل لعيبة المنتخب المغربي قابلهم بلطف، قابلهم بانحناء، قابلهم بتعظيم، قابلهم بفخر. فعلا يا جماعة، فعلا الراجل زعل، فعلا الراجل لقى منتخب ليه حق يا جماعة. ما هو امبارح يعني منتخب البرازيل قابل منتخب كوبا امريكا وخسره بالعشرة، قابل منتخب كرواتيا وخسره طبعا بالتسعة، قابل منتخب تايلاندا وخسره. يعني لما يقابل منتخبات كتير ويخسرهم بنتائج كبيرة قوي كده، ويقابل المنتخب المغربي يلاقيه يعمل معاه مباراة مهمة. اصل خدوا بالكم، خدوا بال حضراتكم، المنتخب المغربي قوي، والمنتخب المغربي لولا الاصابات كان عمل انجاز تاريخي في البطوله دي. بس الراجل الحقيقه المدربين الاوروبيين دايما اما بيلاقوا حاجه، الناس دي ما جواهاش سواد يا جماعه. الناس دي دايما اما بيلاقوا حاجه بيطلعوا يعترفوا بيها. اما بيلاقوا منتخب قوي قدامهم، او لما بيلاقوا نادي قوي قدامهم، او لما بيلاقوا الكلام ده، بيطلعوا يقولوا لك احنا النهارده عملنا مباراه كويسه مع منتخب كويس، احنا النهارده عملنا مباراه كويسه مع فرقه كويسه. فالراجل يا جماعه الحقيقه انا زعلت والله العظيم، انا لحد دلوقتي زعلان ان المغرب خسر من الفوتسال يا جماعه. الراجل قال لك لولا الاصابات ولولا الاخطاء اللي عند المنتخب المغربي كان المنتخب المغربي وصل للنهائي. قال لك كان اضمن منتخب المغرب انه يوصل للنهائي لولا الاصابات. يا جماعه بامر الله، بامر الله نتمنى الموسم الجاي في الفوتسال، نتمنى ان المنتخب المغربي يعوض الاصابات دي، ونتمنى ان هو يعمل انجاز يحقق حلم، او يحقق حلم من احلام العرب. المنتخب المغربي لا يستهان بيه. اوعى يغرك جسمك، اوعى يا جزائري يغرك جسمك، مش عشان خاطر خرج من الفوتسال يبقى خلاص كده المنتخب المغربي انتهى. لا، المنتخب المغربي اقوى منتخب. المنتخب المغربي عظماء اوروبا بيطلعوا يعملوا ليه تعظيم سلام، ويطلعوا يقفوا ليه انحناء واحتراما وتقديرا، لانه اقوى منتخب في العالم. شاء من شاء وابى من ابى، المنتخب المغربي لازما نعترف بيه كلنا. المنتخب المغربي لازما نرفع ليه القبعه كلنا يا جماعه، ولازما نسنده ونقف جنبه. الناس دي ناجحه يا جماعه، الناس دي بتشتغل على نفسها، عندهم مدير فني على اعلى مستوى، هشام الدكيك، راجل ذو خبره، راجل ذو تقدم عمره. يعني مش عشان خاطر المغرب خسر امبارح اقول رحيل هشام الدكيك، لا، عمري. راجل ناجح، راجل ذو فكر، وبامر الله هيوصل مع المنتخب المغربي لنجاحات وتقدمات وتطورات. لعيبه مغربيه للفوتسال على اعلى مستوى، الجامعه المغربيه وطبعا المدير الفني والمغرب بيبني فيهم من سنين السنين لعيبه ما تتعوضش. بامر الله يا جماعه المنتخب المغربي الموسم الجاي هيعوض بامر الله، وربنا يا رب. والله العظيم انا ما اعرفش اقول على الاصابات اللي عند المنتخب المغربي دي حسد ولا عين ولا ايه بالظبط، ربنا يستر يا جماعه، ربنا يستر وربنا يعوض طبعا على المنتخب المغربي. وطبعا بالله عليكم نعمل لايك عشان التصريح الجميل بتاع الراجل الجميل المدير الفني اللي بسطني امبارح البرازيلي. سبحان الله يا جماعه، يعني المغاربه يخسروا امبارح بس يطلع مدير فني عظيم زي ده يطلع يقول كلمتين في حق المنتخب المغربي، يفرح كل اخواتنا المغاربه ويفرح العرب كلهم، ويخلي الكلام ده يبقى ترند على مستوى العالم العربي والافريقي والاوروبي. بالله عليكم لايك عشان الفيديو ده يوصل، نشترك في قناه، فعل الجرس على الكل.